عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معايا في قناة خديجة شانيل، قناتي وقناتكم وقناتكم الأحبة. اليوم غنقدم لكم واحد الوصفة ديال الجدات، وصفة قديمة اللي كانوا كيستعملوها الناس ديال زمان من زمان، يعني غتكونوا عارفينها. كانوا الجدات ديالنا كيستعملوها، كيشقوا بها شعرهم قبل من التدواش حتى من بعد التدواش. كانت كتعطيهم واحد النتيجة زوينة في شعرهم، وكانت كتقوي الزغبة. نبداو بالمقادير ديالها. شنو كنحتاجو ليها؟ كاين فيها القرنفل، عندي هنايا واحد 10 ولا 15 حبه ديال القرنفل. انا هاد الوصفه كانت كديرها الجده ديالي والام ديالي، كنا كنديروها ملي كنا صغار. كنا كناخذوا قريعه بحال هكايا، كنديروا فيها دوك القرنفلات، وتنديروا فيها 4 كاس ديال زيت العود، وكنرجوها بحال هكايا. وما حد داك القرنفلات كيطلقوا داخل زيت العود، وما حدهم كيعطيو التركيز، وكيكون الرائحه ديالو في الزيت، وكتشقوا به الشعر. داك الشعر اللي كيكون من الامام تيكون كينبت، تيكون قوي. القرنفل كيقوي الشعر، خصوصا الشعر الامامي في المقدمه ديال الراس، وما كيخليهش يطيح. انتم كي كتشوفوا هذه، انا متاكده انكم تكونوا استعملتوها من قبل. زيت العود فقط مع القرنفلات. ومن بعد انا شفت واحد الاخت كانت عطاتني واحد الوصفه وجربتها حتى هي، اللي هي كنت كندير لها تاكاوت. بالنسبه للناس اللي شافوا الفيديو ديالي في ديال تاكاوت وشكروني عليها وجربوها في ديورهم وشكروني عليها، لا شكر على واجب. ونتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم كاملين. وبالنسبه اللي باقي ما جربهاش يجربها، راه ما غاديش يندم عليها. وبالنسبه للناس اللي داروها في الدار، نتمنى انكم تهدوها، ديروها في القراعي ديال الزاج بحال هادو القراعي الكبار، باش تبقى لكم مده كبيره، يعني تقدر تبقى لكم حتى عام. غتاخذ داك تاكاوت ديروها داخل زيت العود، انا الاضافات اللي غنضيف عليها على الناس ديال زمان هي هذه تاكاوت. حاولوا اننا نرجعوها مزيان. الحاجه اللي بغينا من هاد التاكاوت انها غتطلق ديك الماده اللي كترطب الشعر وكتقويه وكتعطيه اللون الاسود. وحتى القرنفل راه كيكحل الشعر وتيقوي الزغبه، ولكن كيجعد الزغبه، كيجعدها. ولكن حنا غنديروا ليه تاكاوت لانه هو بحال الا كنقادوا المفعول ما بين القرنفل اللي كيجعد الشعر، وما بين تاكاوت اللي كترطب. من بعد كنضيف ليها، عندي هنايا معلقه ديال زيت الخروع، وعندي هنايا غندير ليه معلقه ديال زيت ديال نبته القمح، هي زوينه كترطب الشعر ومزيانه حتى للوجه. اللي كيدهن بها وجهه واحد ساعه، حيت كتسد المسام، غدهني بها وجهك واحد ساعه في الليل وكتغسليها، راه زوينه للوجه، خصوصا البشره جافه وزوينه للشعر، كترطب الشعر وخصوصا من الاطراف. صافي الوصفه ديالنا ها هي. من بعد ما جهزت كي كتشوفوا كنخليوها في شي بلاصه مظلمه بحال البلاكار، داخل البلاكار، اولا نديروا ليها شي بلاستيك من الداخل باش تدرق، باش الضوء ما يوصلش ليها، تتركز داك الزيت ديالها، تكون قويه في المفعول ديالها. ونشقوا بها الشعر خصوصا من الامام، نشقوا بها واحد ساعه، ما نخليوهاش مده طويله. نشقوا بها شعرنا من الامام، ما نخليوهاش كما قلنا مده طويله، لان يمكن زيت الخروع كما قلنا تقدر تسبب تساقط في الشعر. نشقوا بها الشعر من الامام، وكتنفع حتى البنيتات الصغار اللي كينبت لهم الشعر من الامام وتينبت رقيق ومن بعد كيطيح، تشقلي بهم الشعر ومزيانه حتى للجمل. كديريها واحد ساعه كما قلنا، وكتهزي المشطه ديال القر وكتمشطي به الشعر، تبقاي تهودي داك الجمل شويه بشويه
حتى كتهبطيه كامل، حيث المفعول القوي اللي كيكون في القرنفل لانها مضاد حيوي وانها فيه ماده كتقضي على البكتيريا، راه هو اللي كيستعملوا الاطباء ديال الاسنان المركز ديال القرنفل، كيستعملوه للضرسه ملي كضرنا وكيعمرها لك كيدير فيها واحد الدواء كتحسي بحال ريحه القرنفل خارجه من الانف ديالك، راه هي اللي كيدير القرنفل، هو اللي كيديروا الاسنان، يعني هو مطهر. وداك الجمال اللي تيكون في الشعر راه ما تيبغيش الرائحه ديال القرنفل ولا تكاوت. كديريها واحد ساعه ومن بعد كتشدي المشطه ديال القرن كتهودي به داك الجمل ما تيبقاش صافي، كتغسليها بشامبان. الشامبان احسن شامبان بالنسبه بغيت نقولها لكم، شامبان بالنسبه للدراري الصغار الجمل هو هيدان شولدرز داك ديال النعناع، فيه داك المفعول ديال الفليو، وكتحسي بفروه الراس بحال اللي كتبرد، وكيقتل حتى هو كيعاون انه يقتل الجمل وحتى البويضات ديالو، حتى اللي بقاو في الراس راه كتلقايهم ميتين. هذه انايا بالتجربه شي حاجه زوينه للدراري الصغار. وراه انا كنستعمل هذا الزيت ماشي اول مره، ها هي بغيت غنوري لكم كيفاش، هذه مده طويله وانا كنستعملها. الحاجه الوحيده اللي زدت عليها كنزيد بعدا باخد خطرات زيت زنجلان، كندير ليها زيت زنجلان حتى هي راه كترطب الشعر خصوصا من الاطراف وكتنمو الشعر من الامام، خصوصا كما قلت لكم الدراري الصغار. والفوائد ديال التكاوت والفوائد ديال القرنفل، الفوائد ديال هذا زيت الخروع حتى هويا راه كلهم معروفين، المواد البسيطه متوفره في كل بيت. نتمنى ان هذه الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش كيف العاده تشتركوا في القناه وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. وشكرا للمتتبعين الاوفياء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.